تيان بول يدخل اللايف تاعك. مي هذا كونت واحد اخر شوف فيه 16000. لا سي لو ميم. اصبر ما تعيطش وما على بالكش. روح شوف الكونت تاعو الاخر فيه وقيله 700000 ولا 400000. هذا فيه 16000. دونك كونت واحد اخر. ما تقوليش لو ميم كونت. روح تشوف سي با لو ميم. فيه 96K,4 or que son compte officiel il a plus. Il a 500,000 ou je sais pas ما فهمتش دين ربو هذا واش يجي يدير عندي. غادي يتقابلني نقابل انا فوايو انت ماشي قاري. يا ربك لازم تجيب لي سي في ديالك، لازم يكون عندك 4 ديبلوم باش تقرا باش تهضر معايا. اولا اي واحد دخل الجامعه يعرف بانه واحد يقول لك لازم تجيب لي 4 ديبلوم تسمى عمره ما حط رجلو في الجامعه. تحداك خوتي اللي تخرجوا من الجامعه على بالهم بالهضره هذه. انت عمرك ما حطيت رجلك في الجامعه. طريقه الكلام تاعك تبين باللي ما تحصلت على لا ليسونس، ما درت ميموار في حياتك، ما ناقشت رساله دكتوراه، ما ناقشت رساله ماجستير. هذا اللغه هذه تناقش بها انت رسائل. 4 ديبلوم السيد عم بالو مقران عم بالو راه يبيع في الهندي والكرموس. 4 ديبلوم جيب لي 4 كيلو، جيب لي 4 ديبلوم. انت دخلت الجامعه انت. وزيد الحاجه الاخرى، الانسان الاكاديمي عمره ما يتهرب من المناقشه. بالعكس الانسان الاكاديمي يعشق النقاش الراقي، يعني يقنعك بالفكره تاعو. نتايا تهجمت على بزاف امور يعني احنا نعتبروها خطوط حمراء، وراك تشكك في الناس في دينهم. حبيت برك نفرشك قدام الناس باللي انت زيرو مقران غير تعيط برك. وخوتي هذيك المره كاين عباد زعفوا مني، خوتنا القبائل زعفوا مني كي قلت لهم باللي كاين نوع من مقران اخطر من عنتر زوابري، اخطر من هذوك تاع الجيه ولا غير هذا، اخطر من عنتر زوابري. لانه هذا الانسان هذا يهضر هضره وما تناقشوش فيها. شغل انا يا صح تقول عليا عنصري، بصح انا كاش نهار قصيت انسان مرحبا باي انسان. بالعكس انا رحت له لللايف نتاعو، ماشي قلت له اروح عندي ولا في اللايف نتاعك انا جاي نهضر معاك. كفر علي، وهذه المره الرابعه ولا الخامسه يكفر عليا بربي ويهبطني. ديجا انسان اكاديمي انت في عمرك، هذا راه في عمره 65 وقيل ولا 60 سنه، ولا هذا راه في الستينات. هذا الكهول تاع بكري ما يحبكش انك تهضر معاه وتناقشوا. علاش حنا قعدنا متخلفين خوتي؟ لانه هذا راه فلاش تاع تبون وهذوك لي زونفيرو، انسان كبير هذا. بسبب العقليه هذه قعدنا متخلفين، لانه حنا الكهول عندنا شغل كي يقول حاجه ما تناقشوش فيها. هو على بالو راه داي البلاد الهاويه ما يمسح ما تناقشوش. والمشكل يا خوتي انا واش ماركيت في هذا السيد، كي تحب تهضر معاه شغل يطيح حتى المول لايف. هذوك مول لايف يخافوا منه. شغل اي واحد يعني انا راني جاي طالع عندك محتاج شهره مثلا ولا محتاج كاش راح تزيد لي انت، حبيت برك نفرشك انت راك خايف. الحاجه الاخرى اللي زعما تجيب لي 7 لي دبلوم 4. لو كان تروح لجوجل برك تحوس على اسمي تلقى بلي عندي لي دبلوم اكاديمي ومتخرج من الجامعه. سهله روح لجوجل برك. بصح نتايا حط صويره تاع كلب. انا نتحداك اش واحد يعرفك منين جيت نتايا. اعطينا اسم العائله تاعك، حط لنا تصويرتك، اعطيني السي في تاعك ونعطيك السي في تاعي. كيفاش نتايا ما عندك حتى سي في؟ انت فقط تعيط وتبلبل وتسلط على خلق الله. كلمه لازم يكون عندك 4 لي ديبلوم. اي انسان اكاديمي يعرف باللي انت عمرك ما حطيت رجلك في الجامعه. جامي حطيت رجلك في الجامعه. نتحداك انك انت حطيت رجلك في الجامعه. لانه الانسان الاكاديمي والله ما يهضر الهضره هذه. مستحيل انسان اكاديمي يقول لك روح جيب لي 4 لي ديبلوم. انسان الاكاديمي يعني بالك ديبلوم وما يكملوش ويتعب فيه الهضره الشعبويه وهذا العياط والكفير بربي ومنا. والله ما مستحيل تكون لغه انسان اكاديمي، هذه مستحيل. نتايا تحب وزيد نعطيك دليل بانك انت انسان ماكش اكاديمي. لانه الاكاديمي لما يطرح فكره دائما يستنى انه يناقش الفكره هذيك، يستنى ردود فعل الناس. هذيك خطره نوفل يا رب العالي بالك ما ولا اكاديمي لا والو. سيد خطيب مسكين كاع. نوفل خونا نوفل هذاك والله النطفه تاعو نسيتها. المهم نوفل نورمال يطرح فكره وبعد استقبلني في اللايف تاعو قال لي ارواح معليش رد. مرحبا بك ارواح، رد على واش هدرت فيك. نوفل ما هو لا اكاديمي مسكين ما دخل الجامعه ما هو.
الانسان كي يطرح فكره ولا يطرح كلام من راسو هكذا، ولا ينتقد شخصيه يسالوا فيها كاع الناس، وشخصيه يعني مقدسه عند المسلمين، ولا لازم يستنى ردود الافعال في اطار اكاديمي كما هو يعني الشعبويه تاعو، ويحب يغلط الناس. المهم انايا حبيت نوصل المقران بانه هذا المقران هذا شغل يشوف في روحه باللي نتايا لازم تتبعوه، ما لازمش تسمع لاي انسان من غيره هو. الرب العالي انت عندك 30 سنه في بريطانيا، في الامريكان، 30 سنه في الامريكان، ما تعلمتش اداب الحوار. حبينا ولا كرهنا، امريكان حضاره خوتي، حضاره، بلد فيها تتعدد فيها العرقيات. انا صراحه كي خرجت من الحبس كنت نتمنى نعيش في الامريكان ولا في كندا، لاني انا نحب نعيش في دوله ماهيش قوميه، دوله ما فيهاش قوميه. مثلا قال حنا مالين البلاد يا اخو، راك شايف حنا شغل البلاد يا في الامريكان ما كاش مالين البلاد، شغل كاع ناس يعني متعددين العرقيات، متعددين الاصول، ناس يعني اسوا دوله وسلام عليكم. ما كاش واحد يقول لك انا وليد البلاد، ما كاش وليد البلاد. استراليا والامريكان وكندا، هاد البلدان هذوم كي ترفد الجنسيه تاعها ما تبانش نتايا وليد البلاد ولا ماكش وليد البلاد، شغل باسكو لانه اصلا كاع الجنسيه كومبلي، البلاد كومبلي ما فيهاش قوميه يعني ماهيش مبنيه على القوميه. السيد عاش في هذه البلاد هذه خوتي، منبع الحضاره، مصدر الديمقراطيه، بلاد يعني الناتج المحلي تاعها تريليونات الدولارات، بلاد مبنيه اصلا على الحوار وعدم الاقصاء، بلاد التبنات على تقديم من يقدم الاضافه. اي واحد عنده في راسه يتقدم، ما عمره الامريكاني ما يسقسيك على الدبلوم، جامي الامريكاني ما يسقسيكش على الشهاده كاع. على بالك بلي في الامريكان ما يستعملوش الشهاده، يستعملوا الانترفيو ولا اكزام. يعطيك مثلا في البروغراماسيون يحب ياسس موقع، يقول لك اوكي هاي لك سي بلاس بلاس، دير لي كود، اكتب لي كود، تكتب له كود يقول لك تفضل. اقسم بالله كثير من الاردنيين فلسطينيين سواره ما عندهمش دبلوم، ولكنهم مخاخ في البرمجه. هاك تفضل دير لي كود، اكتب لي كود، شوف يكتب له كود بالجافا ولا سي بلاس بلاس ولا البايثون ولا تفضل ادخل. ما عنده حتى دبلوم، ولكن هذا مقران خاف. على بالك نقول لك على خاف لانه هو 30 سنه مازالو كان بالك كان خابط، ولا بالك 30 سنه ما هذا الانسان هذا الكاليتي والله يا خوتي جامي في حياته ريح مع قوري. هذا الكاليتي عمره في حياته ما صاحب قوري ولا ريح مع قوري، ويحبوا يبينوا للناس باللي عندهم عقليه البيض. هو ما عندهم عقليه البيض، هما هاربين على العرب وهاربين على يا رب العالي. انت لو كان جيت تشبه العرب، لو كان رانا نشبهوا احنا القطر، شوف العرب والخليجيين كيفاش ينيغوسيو مع لي زاميريكان، مع دونالد ترامب، مع بنادم كيما نتايا سوا كيما التصويره اللي راك حاطها سوا. الرب العالي تاكل في روحك ماكله. والمشكل راك كبير، يعني الانسان لما يكبر خلاص يهدأ شويه ويركح. انت في عمرك 65 سنه ولا ما عارف، عقليه الكهول، روح جيب لي ديبلوم، وجيب لي طالب خطي، وجيب لي كذا والفوتوكوبي، وجيب لي لاكارت ناسيونال، ووريني الا عندك اقامه ولا والو. وهو اصلا يعني ما تعرفوش ميم با، بالك ماكش تهضر ميم با مع جزائري، بالك تهضر مع انسان متعلم اللهجه الجزائريه وخلاص. انسان حط تصويره تاع كلب وما يعرفوا حتى واحد. انا هاد العباد يا خوتي، وكاين عباد يجوا في تعليقات يقول لك راك ترد على فلان، واش راك تحوس على معرفه. يا رب العالي هاد العباد هادو انا يا ودي الشعب يعرفني قبلهم كاع. نتحداك تجيب لي واحد في تيك توك يعني عرفوا الشعب قبلي انا، ما نحتاج لا اني انا حبيت برك نبين لك باني انا مانيش عنصري. كاين مقران اخطر من عنتر زوابري، كاين مقران يحب يحجر لك فكرك وعقلك بانه هو فقط هو مصدر المعلومه. حنايا هاهو لك المدخلي علاش نحاربوا حنا المدخلي؟ لانه كذلك المدخلي يحب يمنعك انك تقرا كتابات ولا تثقف ولا تدي معلومه من عند غير الشيوخ تاعو. كذلك مقران هذا يحب يسود للناس كل ما هو غير